اوكي، في سؤال كان بيقول مستر هشام انت ازاي وصلت للنجاح ده؟ يعني ايه بدايتك كانت ازاي وازاي وصلت للنجاح ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت بعاني والحياه كانت صعبه. على راي مستر محمود انا شغال ايه الكمان. انا مش هتكلم معاك بالجانب ده، ولكن هتكلم معاك من جانب ان المعلومه هي اللي غيرت شخصيتي وخلتني شخص احسن. يعني ايه؟ يعني الاول قبل 2014 انا كنت هشام هو الشخص اللي هو كان في حياته كلها بيحب الهزار، بيحب الضحك، بيحب الاكل والشرب والسفر والحاجات دي. فكنت شايف ان انا اسعد انسان في الدنيا لغايه ما خدت الصدمه واكتشفت ان انا مش اسعد انسان في الدنيا. وبعد كده اكتشفت ان انا محتاج اعمل حاجات تفيد الناس علشان يفتكروني لما اموت. من وقتها بدات اخد برنامج كده واقتنع ان في حاجه او حاجات انا ما كنتش اعرف ان هي حاجه. زي مثلا اخدت برنامج اعداد مدرب محترف اللي بدا يغير من شخصيتي واعرف اتحكم في كلماتي ونبرات صوتي وحركتي، زي ما كنا شغالين في كورس مهارات العرض التقديم من شويه، والشباب كانوا بيعملوا برزنتيشن وفعلا كان ظاهر عليهم اختلاف في 5 ايام بس. تخيل 5 ايام بتاخد فيها كورس مهارات عرض التقديم فتبص تلاقي الاختلاف بتاعك، ما بالك برنامج اعداد مدرب محترف اللي بنشتغل فيه شهرين 5 ايام في الاسبوع 3 ساعات في اليوم، ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ فانا فعلا اتغيرت شخصيتي للاحسن، بقيت بفكر في المعلومه، بفكر في المستقبل، وكذلك الامر بفكر في الحاجات اللي انا ممكن اوصل لها. فلما كده اكتشفت ان في معلومات انا فايتاني، زي مثلا زي الفراسه، تحليل الشخصيه من ملامح الوجه. مش بس كده، لغه الجسد، وده اللي ان شاء الله هيكون المحاضره اللي جايه في كورس مهارات العرض التقديم، ازاي تقدر تحلل الشخص من خلال خط الايد اللي هي الجرافولوجي، ممكن بخط ايدك تعرف الشخص دوت تفاصيل كتير عنه. وكذلك الامر فيه تفاصيل كتير زي فكره ازاي تقدر تقنع اي حد باي حاجه عن طريق فن الاقناع والتاثير النفسي، زي فكره ان انت ازاي تقدر تتحكم في عقول الناس، وازاي الناس بتتحكم في عقلك وانت مش واخد لبالك، وهل انت مسير ولا مخير، وده يمكن جاوبنا عليها في كورس البرمجه اللغويه العصبيه. فكل دوت بدات ان انا اتعلمه، وبدات ان يتغير شخصيتي وتتحول للاحسن من كل تطوير المعلومه، واطبق ده عملي على نفسي بدات تتحسن شخصيتي، واللهم لك الحمد يعني. ودوت لو يدل على حاجه يدل ان ده كرم من عند ربنا، والله ده لو يدل على حاجه فده كرم من عند ربنا.